السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير كده بالنوتيلا لزوم المدارس بقى والفطار. كنت جبت مكعب زبدة وبمشي كده على وش الفطاير كده عشان تديها ريحة، لان انا عاملاها بزيت. وادي النوتيلا من جوه اهي. طبعا هي كانت خارجة من الفرن وسخنة فكانت سايحة. بصوا طرية وهشة معايا ازاي وجميلة، طعمها روعة بجد، حلوة جدا جدا. هنا جبت 200 جرام من الدقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. خلاص. وكمان رحت جايبة بيضة هقسمها بالنص، هاخد نصها والنص التاني هخليه بعد شوية هقولكوا ليه. ادي اهو. وادي 100 جرام من المية، ممكن نستبدلها باللبن، لكن انا النهاردة عشان هعملها بلبن بودرة فحطيت مية. وحطيت 25 جرام من السكر، عليهم 3 جرام من الخميرة. هنا معلقتين كبار ونص من اللبن البودرة. الفطاير دي حلوة جدا جدا يا جماعة، حلوة قوي قوي للولاد في المدرسة. وكمان عشان جواها نوتيلا فهتساعدهم على التركيز. وكمان حلوة كمان للكبار، تغيير بدل الفطار بقى المعتاد، حاجة كده وجبة خفيفة كده وحلوة. قلبت المقادير كلها على بعضها، وبعدين جبت الدقيق ونزلت بالمقادير السائلة على الدقيق. طبعا دول 200 جرام من الدقيق عملوا لي 9 وحدات من الفطار اللي انتوا شفتوها دي. يعني كمية الدقيق قليلة وعملوا لي برضو كمية حلوة من الفطاير. قلبتهم كده. طبعا هنا كان لسه فاضل الزيت، في 50 ملي من الزيت، ممكن نستبدلها بسمنة او زبدة. خلاص. طبعا العجينة فكة بقى من مطرح الزيت وكده، فهرش رشة من الدقيق على الرخامة وهبتدي اعجن. اديكوا هتشوفوا قدامي معايا دلوقتي اهو. العجينة كانت هشة جدا جدا وطرية وناعمة جدا جدا اهو. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش. بصوا الشكل، حلوة جدا جدا وريحتها بجد كانت تحفة. غطيتها بقى وسبتها تختمر. هنا كانت اختمرت خلاص اهو، ادي شكلها. وهجيب بقى رشة دي كده وافردها واعملها كده زي رول. وهبتدي ان انا اقطعها، اجيب المقطع اللي هو بتاع البيتزا ده واقطعها. قلت لكم زي ما قلت لكم عملت معايا 9 وحدات، وحجمهم كان حلو جدا. خلاص. بس كده. وهبتدي بقى ايه، حسيت ان في واحدة اكبر من واحدة، فحبيت ان انا ايه اعملهم كلهم قد بعض. فابتديت ان انا اخد من الحتت الكبيرة واحط في الحتت الصغيرة او اعمل واحدة تانية. المهم كانوا 9 وحدات، عملتهم كده زي دايرة، شكلتهم كده دواير اهو. بس كده. او كنت بعدهم هنا لقيتهم 9. جبت بقى كل واحدة من الكور دي وفردتها كده بايدي، مش محتاجة مردانة ولا حاجة. طبعا العجينة طيعة جدا وجميلة جدا وناعمة. وجبت معلقة نوتيلا كده صغنونة وحطيتها وقفلت عليها كده زي القطايف. شفتوا انتوا القطايف؟ وحاولت ان انا من الجناب كده اقفلها، واخلي بالي بس اقفلها كويس عشان خاطر النوتيلا ما تخرجش منها، عشان ما تبوظش شكلها، وكمان هتتحرق في الصينية. برضو التانية اهي. وابتديت ان انا اقفل كده بس كويس، اهم حاجة نقفل كويس قوي. خلاص. ومن الجناب كده ببتدي اقفل كويس واضغط كده عشان تديني شكل كده ايه، شكل حلو. ودي التالتة. طبعا انا هكمل الكمية بعد كده مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. وخلاص. هنا بقى سبتها تختمر، كانت اختمرت. جبت حبة بيض، اللي هي بقية البيضة اللي احنا خدنا نصها في الاول في العجن، وحطيت عليها معلقتين من اللبن وابتديت ادهن وش الايه الفطاير دي. جربوا الفطاير دي يا جماعة، مش هتندموا. بس هدخلها على فرن عالي درجة حرارة 200 درجة مئوية، هتستوي من تحت وبعد كده هتاخد الوش من فوق الحلو ده. وادي الشكل النهائي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة واللايك. والسلام عليكم ورحمة